السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام. الآن وبشكل رسمي تم فتح أول خطوة للتسجيل على استمارة التطوع لجهاز مكافحة الإرهاب. هذه الخطوة حاليا ضرورية جدا قبل خطوة فتح الرابط يوم الثلاثاء غدا صباحا إن شاء الله. هذه أول خطوة لازم تسجل بها وتنشئ حساب بمنصة أور، وأيضا راح أشرح لك طريقة التقديم وملء الاستمارة مال يوم غد. طبعا هذا الرابط خاص، هسه راح أشرح لك ملء الاستمارة وأيضا التسجيل بإنشاء حساب بمنصة أور. لازم الكل يسويها، فاللي يريده منك أو أيضا أصحاب المكاتب اللي يقدمون للناس لازم تسجل حساب الكل متقدم، يعني تسوي له إنشاء حساب جديد برقمه حتى تقدم له. طبعا الخطوة والغاية من هذه الخطوة هو حتى يطلع الطلب بعد ما تقدم الاستمارة، يطلع الطلب باسم صاحب الحساب وباسم صاحب الرقم اللي قدمت له، مو باسم شخص ثاني. فأنت لازم تسجل برقمك من خلال منصة أور. تابعوا وياي الفيديو للنهاية. طبعا الرابط مال التسجيل بمنصة أور موجود بموقعنا الإلكتروني. إذا ما عندك تليجرام أو فيسبوك توصل للرابط، تقدر بأي متصفح بس تكتب استمارة جهاز مكافحة الإرهاب، خلوا وياها كلمة عقيل وساف وراح يطلع لك موقعنا. هذا أول رابط. تمام إخواني، بس اكتب هذه العبارة بالمتصفح: استمارة جهاز مكافحة الإرهاب عقيل وساف. هذا أول واحد راح يطلع لك موقعنا، تدخل عليه وبيه كل التفاصيل اللي تحتاجها. طبعا هذا موقعنا وذاكر لك كل الاشياء اللي تحتاجها. طبعا الرابط راح ينفتح يوم غد الساعة 8 الصبح. تمام اخواني، وايضا يشمل من عمر 18 سنة 30 سنة، وشهادة لازم ناجح من السادس الابتدائي، شهادة ابتدائية سادس ابتدائي فما فوق. ومثل ما ذكرنا التقديم راح يستمر 3 ايام، من يوم الثلاثاء يوم 26/12/2023 راح يستمر ثلاثاء واربعاء وخميس، يعني الخميس اخر يوم. ومثل ما تشوف بهذا المنشور هذه اول خطوة، مثل ما ذاكر لك تابع الخطوات بالتفصيل وبدقة. اول شيء لازم تسجل انشاء حساب ببوابة أور من خلال الضغط على الرابط. هذا الرابط اللي مخلي لك اياه لازم تدخل عليه حتى تفتح لك منصة أور. تمام اخواني، بعد الدخول على الرابط راح تظهر لك هذه العبارة او هذه النافذة، تضغط على الدخول. تمام اخواني، فقط تسجل رقم الهاتف وتضغط على ارسال. بعد ما سجلت رقمك وسجلت رمز التحقق تضغط على تأكيد. طبعا رمز التحقق راح يوصلك على رسالة بالخط، تضغط على تأكيد. راح تظهر لك هذه النافذة تظهر بها عملية استمرار او كلمة استمرار. طبعا هذا اللي ما مسجلين بمنصة أور نهائيا، اكو ناس مسجلين وعندهم حسابات بمنصة أور فما راح تطلع له هذه الواجهة. تمام اخواني، احنا نقصد فقط اللي ما عندهم حسابات حتى يطلع الطلب باسمه، وهاي نصيحة لاصحاب المكاتب ايضا. تمام اخواني، فقط تضغط على استمرار وراح تطلع لك هذه الواجهة: التسجيل برقم البطاقة الوطنية او التسجيل بدون رقم البطاقة الوطنية. يعني اذا عندك جنسية سجل بالخيار الثاني. هسه انت اذا عندك رقم بطاقة وطنية تضغط على هذه اول وحدة، تضغط عليها راح تطلع لك معلوماتك، مجرد تمليها جدا بسيطة. فقط هي خطوتين: اسمك الاول، اسم الاب، اسم الجد، اسم الرابع، اللقب العائلي لقبك، واسم الام الثلاثي، وتاريخ الولادة. فقط ذن المعلومات الخاصة بك. والجنس تختاره، ورقم البطاقة الوطنية اللي هو رقم بطاقتك الوطنية يتكون من 12 رقم ويبدي بمواليدك من اليسار، موجود بالوجه مال البطاقة الوطنية تحت التاج. تمام، فقط تضغط على استمرار راح يسجل لك حساب كامل. راح يقول لك تم تحديث معلوماتك بنجاح. هسه حاليا انت كملت اول خطوة للتقديم وصار عندك حساب بمنصة أور. حتى شنو باكر راح ينفتح الرابط وتسجل من خلال الاستمارة اللي هسه راح اوضح لك اياها وشلون تسجل بها باكر. مثل ما ذكرت لكم هذه اخواني استمارة يوم غد. طبعا هذا الرابط خاص فقط للتوضيح شلون راح تملون الاستمارة مال باكر. اول شيء هاي المعلومات الشخصية الخاصة بك: اسمك الاول هنا بالمربع الثاني، اسمك الثاني مثلا محمد علي، الاسم الثالث، الاسم الرابع، واللقب. تاريخ التولد تختار تاريخ ميلادك، ومسقط الرأس يعني محل ولادتك وين بيا محافظة تذكره، واسم الأم الثلاثي تكتبه بهالشكل هذا بهذا المربع. بعدها تختار الديانة، ديانتك شنو مسلم وهكذا، القومية، ونوع الهوية بطاقة وطنية أو جنسية. إذا بطاقة وطنية راح تكتب رقم البطاقة الوطنية هنا، أو إذا جنسية تكتب رقم الجنسية والصحيفة والسجل. نجي على عنوان السكن الشطر الثاني، تختار المحافظة والقضاء، مثلا إذا ساكن مثلا مركز القضاء تكتب القضاء، والناحية تكتب ناحيتك اللي موجود بيها، والحي أو المنطقة، الحي أو المنطقة اللي ساكن بيها أيضا الذكرى، ماكو أي مشكلة بهن ذني. والمحل والزقاق والدار ذني موجودات إما بالتموينية أو بطاقة السكن. تمام، إذا ما عندك صفارة خليهن 000 عادي ماكو أي مشكلة. وتذكر أقرب نقطة دالة عليك مثل مدرسة أو جامع أو شارع معروف. بعدها راح تذكر رقم بطاقة السكن بهذا المربع. رقم بطاقة السكن يصير بالخلف البطاقة ومطبوع طباعة باللون الأسود، وجهة إصدارها مثلا مكتب معلومات كذا محافظة أو منطقة، ورقم الهاتف الخاص بك.
تمام. هذه أول خانة خلصنا منها. بعدها تختار التحصيل الدراسي، تحصيلك شنو؟ تحصيلك شهادتك ابتدائية، متوسطة، إعدادية، فما فوق هي مقبولة بالتقديم. بعد ما اختاريت الشهادة مالتك، مثلا إذا بكالوريوس وتريد تقدم، تذكر اختصاصك شنو التخصص بهذا الحقل، طبعا ما واضح هنا أمامكم، هو مكتوب التخصص، يعني شنو تخصصك، إنجليزي، تربية، وهكذا. وسنة التخرج تختارها سنة التخرج من هذا الحقل. وأيضا اسم الجامعة بهذا الحقل اللي تكتبه. إذا أنت من مدرسة اكتب اسم المدرسة مالتك. تمام إخواني. هسه نجي لذوي الشهداء. أنت إذا من ذوي الشهداء، مثلا ذوي الشهداء من الدرجة الأولى فقط، تختار الوالدين أو حسب ما موجود بالقائمة هنا، فقط تضغط على هذا السهم وراح تطلع لك الاختيارات. بعدها عندك هذا التعهد، بس تخلي صح، تعهد بصحة جميع المعلومات المقدمة وبخلافها تحمل كافة التبعات القانونية. النوب شو تسوي؟ تضغط على حفظ واستمرار، هذه العبارة باللون الأخضر، لازم تتأكد من حفظ واستمرار. بعد ما ضغطت على حفظ واستمرار راح تطلع لك هذه النافذة الثانية اللي هي المستمسكات. هاي جدا مهمة. المستمسكات هي شنو اللي يريدون منها؟ الهوية، الجنسية القديمة أو بطاقة موحدة، وتخلي بطاقة السكن، واللي ما عنده بطاقة السكن يسوي تأييد سكن من المختار. تمام. أو مثلا الشهادة مالتك، وتخليهن تسويهن بملف PDF، يعني أي تطبيق أو أي برنامج على المتصفح، بس تكتب تحويل الصور إلى PDF، يعني تاخذ لهن صورة بالكاميرا مال جهازك وتدمجهن بملف واحد، يسويهن PDF، يعني بشكل صور واضحة وجوقفة. وتضغط على هذا السهم، راح ياخذك على الملفات مال الجهاز وتختار الملف اللي يسوي. بعد ما اختاريت الملف منه اللي خليت به صورك ومستمسكاتك، تضغط على حفظ واستمرار، هذه باللون الأخضر. تمام إخواني، حفظ واستمرار حتى تنحفظ عندك. بعد ما ضغطت على حفظ واستمرار راح تطلع لك نافذة جديدة بها كل معلومات الاستمارة اللي دخلتها، اسمك، تخصصك، كل المعلومات اللي ذكرتها بالاستمارة. إذا عندك أي خطأ بها اضغط على هذه عبارة السابق حتى ترجع خطوة للوراء وتعدل أي خطأ عندك. إذا ما عندك أي خطأ بذن المعلومات اضغط على إرسال الطلب، هذه العبارة إرسال الطلب باللون الأخضر، هذه جدا مهمة. بعد ما تضغط على إرسال الطلب راح يقول لك تم استلام طلبك بنجاح، طلبك قيد المعالجة في القسم. تمام إخواني. اللي عليك شنو هسه حاليا؟ فقط تضغط على تحميل استمارة الطلب، هذه الاستمارة بس تضغط عليها راح ينزل عندك ملف PDF، تقدر تستنسخه من أي مكتب استنساخ وتحتفظ به بجهازك. من تطلع الأسماء إن شاء الله في حال طلبوا منك تاخذه وياك كدليل التقديم. وطبعا الملف اللي راح ينزل راح يتضمن هذه الاستمارة، يعني اسمك واسم وباركود وكذا، يعني استمارة 100% صحيحة ما بها أي مشكلة بالتقديم. طبعا ليش أكدت على أول خطوة أنه تسوي حساب بمنصة أور إخواني، خصوصا أصحاب المكاتب، حتى يطلع الاسم المقدم مال الطلب باسم الشخص اللي سويت له حساب. يعني أنت هسه مثلا راح تسجل برقم 1، تمام، وتريد تقدم لغير ناس، فراح يطلع هذا مقدم الطلب بغير اسم. تمام إخواني. فأنت لازم تسجل خروج من أي شخص تقدم له، وسجل دخول بالشخص اللي تريد تقدم له الجديد، يعني الشخص جديد، حتى يطلع اسم مقدم الطلب والاستمارة مالته تحمل اسمه فقط. حالة جدا مهمة إخواني. وأي شخص متابعنا مثلا ما عنده تليجرام أو فيسبوك، فقط يروح على المتصفح حتى يعثر على هذا الرابط، بس يكتب استمارة جهاز مكافحة الإرهاب عقيل وساف، وراح تطلع له موقعنا بكل التفاصيل وطريقة التقديم وفيديو. أيضا هذا التقديم راح أخليه موجود بالمنشور حتى تستفاد منه وتقدم بشكل صحيح ومجاني. وأيضا هاي قناتنا التليجرام الموثقة باسم عقيل وساف. بالتليجرام من تبحث فقط تكتب عقيل وساف راح تطلع لك، اشترك بها حتى أول ما ننشر الرابط راح يوصلك إشعار بالأخبار المهمة والتوضيحات اللي ننشرها أول بأول. ألتقيكم فيديو قادم، في أمان الله.